مباراة برشلونة اللي جاية أمام نادي ريال مايوركا في الجولة ال 33 من مباريات الدوري الأسباني. النهارده بإذن الله تعالى هنتعرف مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة، لكن قبل ما نبدأ في أي حاجة أتمنى من حضراتكم الإعجاب بالفيديو ومتابعتنا علشان تقدروا تتعرفوا على كل مواعيد مباريات نادي برشلونة اللي جاية بمشيئة الله تعالى. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد ويلا بينا نتعرف مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة. طبعا نادي برشلونة متصدر ترتيب الدوري الأسباني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة بعد مباراته الأخيرة واللي حقق فيها المكسب بنتيجة 4-3 أمام نادي سيلتا فيجو العنيد. مباراة كانت صعبة جدا على استاد مونتجويك، وكان نادي برشلونة متأخر لغاية الدقيقة 63 بنتيجة 3-1، لكنه يعود بثلاث أهداف بريمونتادا عالميه عملها لاعيبه نادي برشلونه، هدف في الدقيقه 64 وهدف في الدقيقه 68 وهدف اخر في الدقيقه 97 قبل نهايه المباراه. وده بيدل على ان لاعيبه نادي برشلونه مش شايفه غير لقب الليجا لهذا الموسم، فبيعملوا اكتر ما عندهم بقياده طبعا المدرب العظيم هانز فليك. هذا الموسم عامل موسم استثنائي مع نادي برشلونه بينافس على كل البطولات. فمباراه كانت صعبه جدا، ولكن قدر نادي برشلونه في النهايه انه يحقق المكسب بنتيجه 4-3 علشان يصل لنقطة 73 ويتسع الفارق ما بينه وما بين وصيف الجدول نادي ريال مدريد إلى 7 نقاط، لحين ما يلعب نادي ريال مدريد مباراته النهارده مع نادي أتلتيك بلباو. أما عن نادي ريال مايوركا في آخر مبارياته كان تعادل سلبيا مع نادي ليجانيس ووصل لنقطة 44 في ترتيب المركز السابع. وآخر مباراة جمعت ما بين نادي برشلونة ونادي ريال مايوركا كانت مباراة الدور الأول واللي انتهت بمكسب نادي برشلونة بنتيجة 5-1 على استاد ريال مايوركا. المباراة اللي جاية هيستضيفها برشلونة على استاد مونتجويك يوم الثلاث اللي جاي الساعة 8:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 10:30 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا. والمباراة هتنقل عبر شاشة بي ان سبورت 3 بتعليق حفيظ دراجي. بكده يبقى اتعرفنا مع بعض على كل تفاصيل مباراة برشلونة اللي جاية أمام نادي ريال مايوركا في الجولة ال 33 من مباريات الدوري الأسباني. مباراة هتكون صعبة، ولكن أنا متوقع إن نادي برشلونة هيقترب أكتر من حسم لقب الليجا لهذا الموسم وهيحقق المكسب بنتيجة 3-1 أمام نادي ريال مايوركا. ده توقعي، قول لي بقى أنت توقعاتك إيه في التعليقات. وبكده وصلنا لنهاية فيديو النهارده. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.